تعالوا اقول لكم تجيبوا ايه من يوريكا. عايزه اقول لكم ان في عروض كتير قوي على كل منتجات يوريكا، لازم تروحوا تلحقوها زي ما انا لحقت. اول حاجه كده بصولي على جمال الباكجينج وحلاوه الباكجينج. تعالوا نشوف اول بوكس، هوريكم الحاجات اللي انا بجددها من عندهم وهقول لكم رايي فيها. في حاجات هتكون اول مره اجربها معاكم. اكتر حاجه طالعه عندهم فايرال وترند وفعلا تستاهل هو المويسترايزر بتاعهم المرطب، وما جبتش واحد، لا جبت 2. الحجم الكبير والحجم الصغير، والحجم الصغير ده كان هدية على منتج من المنتجات. وبجد احسن مرطب تستخدميه لو انتي بشرتك مختلطة وبتحسي باماكن ان هي ناشفة قوي واماكن تانية ان هي بتكون دهنية قوي، فده بصراحة تحفة، لان هو كريمي ملمسه كريم وفي نفس الوقت هو خفيف مش تقيل. بصوا كده عامل زي الكريم بس مش كريم تقيل. بصوا اول ما بيدعك على طول البشرة بتتشربه، فده هيكون تحفه قوي في الشتاء. وكمان سيروم الهيالورونيك اسيد وسيروم النايسيناميد من عندهم وهم. هقول لكم ليه بقى عجبوني، لان هما سعرهم تحفه وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعتهم حلوه جدا، بالذات سيروم الهيالورونيك اسيد، لان انا جربت سيروم الهيالورونيك اسيد ده من براندات كتيره وبراندات غاليه وبراندات رخيصه ووسط وكل حاجه، جربت بجد كل حاجه. مشكلتي بقى ان هي كانت بتكون يا اما خفيفه جدا عامله زي الميه فما بحسش باي ترطيب، يا اما السيروم كان بيكون تقيل جدا ولما بحطه على بشرتي بيكون تقيل على البشره بتاعتي وبشرتي مش بتتشربه، فبرضه مش بحس ان هو بيرطبه. اما ده بقى قوامه تحفه. بصوا قوامه اللي هو ولا ميه ولا هو تقيل، يعني ولا هو تقيل على بشرتي مش بتتشربه ولا هو ميه، لا خالص، هو وسط كده وحلو قوي بيرطب البشره بجد. لو انت عايزه تهتمي ببشرتك وفي نفس الوقت عايزه حاجه سعرها حلو او وسط ويكون الافكت بتاعها حلو فارشحهم لك. دول بقى من الحاجات اللي لسه اول مره هجربها وهقول لكم رايي فيها، وهو الاي كونتور كريم من كيارا. ده مش عارفه هو هيكون ليه لون، لان في هنا لون، ولا هيكون كريم ابيض عادي. تعالوا نشوف مع بعض. ده كده شكله، لا ملوش لون، لونه ابيض عامل زي الكريم بالظبط. لو جربتوه قولولي رايكم فيه. والسان سكرين كريم بتاعهم هو كريم فمعرفش هيكون تقيل ولا لا، بس مكتوب عليه for all skin types وكمان water resistance، فان شاء الله يكون حلو. بصوا ده قوامه كده، لا شكله خفيف، هبقى اجربه واقول لكم رايي فيه. يلا بينا بقى على تاني بوكس. عايزه اقول لكم ان يوريكا دلوقتي عامله عروض خطيره، ومنها ان انت لو اشتريتي 3 منتجات هتاخدي منتج فري، ولا مش هيكون ارخص منتج، بالعكس هيكون المنتج الفري هو اغلى منتج. يعني لو اشتريتي 3 منتجات، منتج كان ب 150 والتاني ب 250 والتالت ب 350، فاللي ب 350 هو اللي هتاخديه فري، فطبعا عرض تحفه. ده بقى قلبي من جوه، وهو الكلينزر بتاع كيارا. تحفه يا بنات، الغسول ده خطير لان هو مش بينشف لي بشرتي وفي نفس الوقت بينضف البشره، فحلوه قوي. انتوا طبعا عارفين ان انا بشرتي مختلطه، فاي منتج بجيبه بيكون مخصص للبشره المختلطه او الدهنيه، وانا للاسف بشرتي في الشتاء بتجف جدا، فده حلو لان هو بينضف بس مش بينشف البشره، فدي حاجه حلوه قوي. ودول برضو لسه هجربهم، وهما الشامبو والهير كير ماسك. الشامبو والهير كير ماسك مخصصين للداندرف، وانا جايباهم عشان لما بتستخدموا حمامات زيت او بتحطوا زيت على شعركم او بتستخدموا منتجات كتير على الشعر وفي نفس الوقت بتستخدموا الشامبوهات اللي هي بتكون سلفيت او سيليكون وباربن فري، ده بيخلي في بيلد ابس في شعركم او ممكن يطلع لكم داندرف قشره. ففي الحالة دي لازم ان انتوا يكون عندكم شامبو مخصص للقشرة وفي نفس الوقت يكون لطيف على الشعر، فلازم يكون عندك شامبو بينضف ومش بينشف، وده اللي انا سمعته عن الشامبو ده، فبصراحة متحمسة قوي ان انا استخدمه. ده بقى فكرته جديدة وعجبتني بصراحة، اول مرة اشوفها. هو مخصص لان هو كلير سكالب، يعني بينضف السكالب، نفس الفكرة اللي قلتلكوا عليها. لو انتوا بتستخدموا منتجات كتير وحصل لكم بيلدبس او حسيتوا ان مثلا فروة راسكو المسام بتاعتها مسدودة، فده المفروض كلير سكالب. في حاجات شفتها للكلير سكالب بس بتكون عاملة زي كده السكراب، بيكون فيها حبيبات كده، فبحس ان هي بتكون حامية على شعري او جلدة راسي،
بحس ان هي بتعور او كده، او يعني مش عارفه ما حبيتهاش قوي. فده المفروض ان هو ماسك وفيه فيتامين بي 5 بي 9 وافوكادو اويل. فالمفروض الفكره بتاعته ان هو بينظف وفي نفس الوقت مش هيكون حامي على الشعر، وكمان هو انتي داندرف وانتي هير لوس، فكمان هو للهير لوس، فدي حاجه ظريفه. هجربه برضو واقول لكم رايي فيه. ريحته حلوه قوي، وفكره ان هو ماسك بيتحط على السكالب دي بجد حاجه حلوه. دايما بيقعدوا يقولوا لكم ان غلط ان انتوا تحطوا الماسك على شعركم، فده بقى المفروض ان هو بيتحط عادي على فروه الراس، على الشعر نفسه، فدي حاجه ظريفه. هجربه واقول لكم رايي فيه. قولوا لي انتوا بقى بتجيبوا ايه من نيويورك.